رسميا كريم بنزيما ينسحب من مونديال قطر. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبور. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل سيؤثر غياب بنزيما على مستوى المنتخب الفرنسي؟ شاركونا بالتعليقات. تلقى ديدي ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ضربة خلال مواجهة كأس العالم القادمة بعد تأكد غياب كريم بنزيما عن مواجهة أستراليا. كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سبق أن أكد حصول بنزيما على شهادة طبية لازمة من الأطباء قبل أسبوعين، ولكن اللاعب لا يزال يعاني من إجهاد عضلي بسيط. وقال صحيفة ليكيب الفرنسية إن بنزيما لن يشارك أمام أستراليا لعدم اكتمال جاهزيته بعد تدربه بشكل فردي بمعسكر الديوك وفشله في التواجد في الميران الجماعي للفريق. وكان آخر ظهور لبنزيما مع ريال مدريد عندما لعب 30 دقيقة فقط يوم 19 من أكتوبر الماضي ضد إلتشي بالدوري الإسباني، لتصبح لياقته محل الكثير من الشكوك الذي قد تقلل من قدرته على إحداث تأثير كبير في مونديال قطر. ويعقد الملايين من عشاق الكرة الفرنسية آمالا كبيرة على النجم المخضرم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا للحفاظ على لقب كأس العالم بمشاركته بعد غياب طويل. وسيكون مونديال قطر 2022 مختلفا للنجم كريم الذي يشارك في كأس العالم وهو فائز بجائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول المجلة الفرنسية الشهيرة كأفضل لاعبي العالم. ويقود بنزيما آمال منتخب الديوك في الحفاظ على اللقب خلال نسخة 2022، لا سيما أنه يعتبر المونديال الأخير ربما في مسيرة النجم الفرنسي مع تقدمه في العمر. ويمتلك بنزيما 37 هدفا مع منتخب بلاده فرنسا سجلهم خلال 97 مباراة دولية وصنع 20 آخرين. كريم بنزيما خاض 5 مباريات في كأس العالم خلال مشاركته في المونديال، تحديدا في نسخة 2014 بالبرازيل. ولعب بنزيما في مونديال البرازيل 3 مباريات بمرحلة المجموعات ضد هندوراس وسويسرا والإكوادور، ثم مباراتين ضد نيجيريا وألمانيا في المراحل الإقصائية. وسجل كريم بنزيما 3 أهداف في تاريخه بكأس العالم وصنع هدفين لزملائه، حيث أحرز بنزيما هدفين في فوز فرنسا بثلاثية نظيفة على هندوراس في افتتاح دور المجموعات من مونديال البرازيل 2014. وفي اللقاء الثاني ضد سويسرا سجل هدفا وصنع هدفين آخرين. وغاب بنزيما عن التسجيل في المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب فرنسا بمونديال البرازيل ضد الإكوادور ونيجيريا وألمانيا على ترتيب. ولم يستدعي بنزيما إلى قائمة فرنسا بمونديال 2014 لخلافات مع المدرب ديدي ديشامب. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.